الفرح فرح اثنين والباقي من جنين. مثل قديم تتداوله الجدات في القرى، معبرات عن فرحة أهل العروسين وتعبهم في تجهيزات العرس وتوترهم، ربما أكثر من العروسين نفسهما. فالفتيات يتميلن في أجمل حلة وزينة بعد قضائهن ساعات مطولة لدى محلات الأزياء وصالونات التجميل، وأهل العروسين يرتبون أمور مكان الحفل والولائم والمشروبات الباردة والقهوة المرة، وضيوف من أهل القرية والأقرباء يرقصون ويهللون، والشباب يشكلون حلقات الدبكة والرقص الشعبي ويسترقون النظرات لحسنوات الحفل، وصوت الأغاني والأهازيج يكاد يصل إلى عنان السماء. ولكن ما لم يتوقعه أي مردد للمثل هو أن يتحقق بالمعنى الحرفي، فيصاب العروسان بالجنون وينقل عدوى جنونهما إلى المدعوين. أجل عزيزي القارئ، لا تتفاجأ، فهذا ما حصل تماما في إحدى حفلات الزفاف المقامة في الدنيا، عزبة عفيفي، محافظة الدقهلية، مصر. كانت القرية يوم الجمعة ذاك مبتهجة بحفل زفاف الشاب وهبة سامي، والمدعوون في قمة البهجة، ومظاهر الفرح تعم المكان حتى لحظة تقديم أقداح من مشروب التمر الهندي البارد من قبل البوفيه. وهذا ما فاجأ بعض المدعوين، كون هذا المشروب ليس تقليديا في حفلات زفاف العزبة، ولكن جفاف الحلق من كثرة الغناء والزغاريد لم يترك مكانا للتساؤل، فقام العروسان وبعض من الأقرباء بالشرب ليروى ظمأهما، غير مدركين بأنهم شربوا كأسا من حميم سيصيبهم بمس شيطاني جماعي، حيث وبعد ما يقارب الربع ساعة أصيب العريس بأعياق وتقيؤ شديد، وأصيبت العروس بحالة من التيبس فأصبحت كأنها صنم جامد بلا روح، مع العلم أنها أصيبت بإغماء قبل ذلك. ووقعت أم العريس كأنها جثة هامدة، رغم أنها منذ ثوان كانت ترقص وتزرد أمام ولدها. وأخشي على أم العروس، وبدأت مظاهر الإعياء وحالات التقيؤ والإغماء تصيب الكثير من المدعوين، وكان كل من يستيقظ من إغمائه يتحول إلى مجنون بكل معنى الكلمة. فبعضهم بدأ بتبادل الضربات والعراك نساء ورجالا، والبعض الآخر بدأ بالصراخ والعويل، وقامت قريبة للعريس برمي حجابها أرضا وشد شعرها وتقطيعه حتى سالت الدم من رأسها، وخرجت إحداهن من الفرح هائمة على وجهها، وعندما سألوها عن وجهتها قالت لهم: سأذهب إلى المقابر. وجميع المصابين بدأوا بالتحدث بلغات عجيبة وأصوات غريبة تشبه فحيح الأفاعي، وبعض النساء أصبح صوتهن رخيما كأصوات الرجال. عمت حالة من الهستيريا الفرح، وأصاب الرعب من بقي بعقله ممن لم يشربوا كأس التمر هندي الملعون. وهنا عرف من لم يتأثروا بأن تلك السيدة الملعونة سحرحاء شين المدعوة بظاظة، والتي خرجت من الزفاف بعد إهدائها للعروس 50 جنيها كالنقوط زفافها، حيث أصيبت العروس بإغماء بعد أخذ المبلغ منها. هي المسؤولة عن توزيع ذلك الشراب، وأنها حتما قد وضعت شيئا فيه انتقاما من أهل القرية الذين يكرهونها ودائما ينعطونها بالدجالة بسبب ممارستها أعمال السحر والشعوذة. ولكي يوقفوا الهرج من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة، قرروا إدخال العروسين إلى منزلهما، ولكن العروس كما أسلفنا كانت كالصنم. وبعد عدة محاولات من العريس وطلبه أن تسير لاستحقابها إلى البيت، غضب منها وهجم عليها وراح يوجه لها اللكمات والضربات بكل عنف، ممزقا فستانها الأبيض. وفي هذه اللحظات قرر خال العريس السيد عبد الجواد أن الوضع أصبح مستعصيا ومخيفا، ويجب أن يلجأ لأصحاب الصنعة والخبرة ليتلقى هؤلاء الأشخاص العلاج المناسب من الجنون الذي أصابهم. فقام باستدعاء شيخ راق ليبطل هذا العمل، وبعد حضور الشيخ وقيامه بقراءة القرآن أعلن بأن المصابين قد تعرضوا لنوع قوي من المس، وبعضهم يصعب علاجه وقد يأخذ وقتا طويلا، حيث كان عدد المصابين ممن فشلت التلاوة في شفائهم مباشرة 17 مصابا. وقال الشيخ أنه يجب أن يتلقى هؤلاء الأشخاص علاجا ممتدا لعدة أيام. ولكن وفي اليوم الرابع من العلاج بعد الفرح أظهر الشيخ تفاجؤا وتعجبا، وقال أن الشياطين الجن الموكلين بالسحر قد تلقوا دعما، وأن السحر أصبح أقوى وأصعب، حيث أن إحدى السيدات المصابات والمعروفة برجاحة عقلها واتزانها حاولت الانتحار بشكل متكرر، وحتى أن أحد الرقاة وهو من أئمة القرية أصيب ببعض الضرر،
وصار يتخيل ويهلوس ويصاب بنوبات من عدم التركيز. وهنا أعلن بعض أهل القرية عن رؤية شخص يعرفونه ويحضر أحيانا من محافظة الجيزة إلى منزل ضاضة، وقد أعلنوا عن رؤيتهم له ليلة البارحة الساعة 2 فجرا، ومعه عدد من الديوك الحية. وعند سؤاله قال بأنه كان مدعوا من قبل ضاضة وزوجها على العشاء. قام أهل المتضررين بربط الأحداث معا، وتأكد لهم بعد هذا الكلام تورط ضاضة ومساعدة هذا الضيف المعروف أيضا بممارسة الشعوذة لها. وهنا توجه أهل القرية إلى منزل ضاضة، وقاموا بإحراق سيارة الضيف وسيارة زوجها وسط أصوات عالية لمعاقبتها وأخذ حقهم منها. اتصلت ضاضة بالأمن مستنجدة بهم، وحضرت قوات من ضباط المباحث بقيادة المقدم أحمد فريد رئيس المباحث إلى مكان الحادث مع فوج من الإطفاء، حيث تم إطفاء النار واعتقال 8 أشخاص متورطين بإشعال النيران. وعند التحقيق معهم أقر المتهمون بأسباب ارتكابهم لهذا الفعل، وهنا تم إلقاء القبض على ضاضة وزوجها وضيفها ليرتفع المعتقلون إلى 11 معتقلا، وقد حكم عليهم بالسجن 15 يوما على ذمة التحقيق. انتشرت قصة العرس المسحور كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي، وخصصت له قنوات وصحف عدة مكانا مثل قناة المحور وصحيفة الوطن، وتم توثيق الحدث عن طريق شهادات شهود عيان، ومنهم خال العريس نفسه، والذي أقر في لقاء مع إحدى الصحف المحلية بأن ضاضة هي سيدة تزوجت من نسيبه منذ 18 سنة لتكون زوجته الثانية، وبعد فترة طلقها زوجها وهجر أبنائه ال6 وباع أرضه وميراثه، وأنه عرف عنها ممارستها للسحر والشعوذة واتصالها مع الجن السفلي، ولهذا السبب كرهها أهل القرية وراحوا يلقبونها بالدجالة، مما دفعها للانتقام من أهل زوجها لكونهم أول من قام باتهامها بذلك، فحضرت إلى زفاف وهبة وحدث ما ذكرناه سلفا. أقر المتهمون 8 بالتهم الموجهة لهم، وذلك بسبب تخريب ضاضة فرحهم والقيام بسحر أدى لعدم قدرة العريس أن يدخل على عروسه، بل وعنفها وضربها ومزق حلمها الأبيض ليلة فرحة عمرها. وقد قال العريس المسكين عن مأساته: إن ما حدث في الفرح من علامات الساعة ولن ينسى في الدنيا كلها، ففي لحظة تغير فرحي إلى معركة وضرب وصراخ دون أي سبب معروف، فأمي التي كانت ترقص من شدة الفرح وجدتها فجأة مرمية أمامي على الأرض، وأختي راحت تضرب ابنة عمي، وابنة عمتي نكشت شعرها. وهكذا عزيزي القارئ أكون قد نقلت لك وبكل أمانة حالة مس شيطاني جماعي نادرة جعلت الكثير يتساءلون: هل يمكن أن تصيب لعنات السحرة جماعات كاملة وليس أفرادا فقط؟ وهل يمكن أن يكون مفعولها بهذه السرعة والقوة حتى أطاحت بمدعوي فرح كامل بدقائق معدودة؟ وهذا ما أجاب عنه الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف، حيث قال: إن السحر موجود في القرآن الكريم، ولكن كل ما يستطيع أن يقوم به الجن هو تغيير الحالة المزاجية بين الزوجين، ولا علاقة لحالة المعازيم بذلك. إن الجن لا يستطيع تحريك شيء أو أن يصيب الإنسان بمرض، وإن السحر لا يؤدي لعمل مادي، ومهما عمل الساحر لن يضر إلا بإذن الله، لافتا إلى أن ما حدث في الفرح كان حدثا ماديا وليس روحيا. وبقول عبادة عزيز القارئ ننهي مقالنا وننتظر منكم تحليلاتكم الذكية وآراءكم الكريمة على ما حصل في حفل الزفاف الملعون هذا. وهل سمعتم يوما بقصة مشابهة لما حصل في هذا الفرح؟ وهل تظنون كما قال عبادة بأن العارض كان ماديا أكثر منه روحانيا؟